دايما في مجال الأورام بنحاول نفهم الناس العوامل المؤكدة لها علاقة بظهور الأورام في مختلف أنحاء الجسم. ومن العوامل المهمة جدا وللأسف منتشرة بين المصريين بنسبة كبيرة هو التدخين. التدخين معروف علميا أنه هو سبب مؤكد للإصابة بعدد كبير من أنواع السرطان زي سرطان الرئة وسرطان المعدة والبروستاتا والمثانة البولية. التدخين للأسف ده سبب ممكن تجنبه. تاني حاجة اللي هو الفيروس الكبدي والإصابة بالفيروسات الكبدية. وطبعا الحملة القومية اللي هي اتعملت في الفترة الأخيرة جعلت مصر من البلاد القليلة اللي هي بقت دلوقتي خالية من فيروس الكبد. مشكلة فيروس الكبد في المدى البعيد ان هو يؤدي إلى تليف في أنسجة الكبد، وبالتالي الكبد المتليف بيبقى ليه عرضة كبيرة لظهور أمراض أورام وأمراض سرطانية في الكبد. فالمفروض المريض اللي هو اتعالج من الفيروس الكبدي لابد أن يخضع لفحص دوري كل 6 شهور ليكتشف الورم في مراحل مبكرة. الأورام عموما طبعا كان زمان يعني لها اسم سيء جدا اللي بيقول عليه المرض الوحش، لأن كانت نسبة الشفاء فيها لا تتجاوز حوالي 10%. احنا دلوقتي بنتكلم على نسبة تقريبا حوالي 60% نسبة شفاء كامل في هذا المرض، بفرض ان الحالة بتكتشف في مراحل مبكرة. وأحب أطمن الناس إن الأورام السرطانية بتبقى منتشرة بعد سن 50. اللي بيحصل في الأطفال دي لا يتجاوز عن 2% من نسبة الأورام في أي بوبوليشن. الأعراض اللي احنا بنقول عليها برضو الناس لازم تعرفها، اللي هي كحة مستمرة، دم في البول أو في البراز، أو فقدان في الوزن أو فقدان في الشهية، ظهور أورام تحت الجلد في الثدي أو في الرقبة أو في أي مكان آخر، ظهور ورم تحت الجلد. العلامات دي لابد أنها تخلي المواطن يستشير مراكز متخصصة لاكتشاف وتشخيص الأورام. الحمد لله دلوقتي أصبح في كل محافظة في مصر مركز متخصص لعلاج واكتشاف السرطان، ومنهم طبعا المركز الطبي للمقاولون العرب. وإحنا في الحقيقة بننشئ حاليا مركز للعلاج الأورام متخصص في كافة التخصصات الثلاثة، اللي هي العلاج الجراحي والإشعاعي والعلاج الكيميائي والعلاج المناعي. المركز الطبي للمقاولون العرب خبرة وثقة وتميز.